مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. حالاتي الحلوه انا بسالها السؤال المعتاد بتاعنا، حضرتك جيت لنا ليه او ايه سبب زيارتك لينا؟ قولي لي بقى يا قمر، قلتي لي ايه؟ عشان التغيير، عشان حياة جميلة، صحة أحلى، خفة، تغيير لنفسي، لصحتي، لنشاطي. شفتي فيديوهاتنا شفت فيديوهاتك من على التيك توك والفيسبوك والواتساب. قلتي لي حسيت بايه؟ حسيت بإن نشاط كده الواحد يغير حياته، يبقى في تغيير. يعني انا بسالها بقول لها انت سبب قرارك تنورينا ليه؟ قالت لي عشان التغيير. قد ايه ابهرتني لما قالت لي عشان التغيير. لا، هو ده المفروض اللي احنا نعمله، ان احنا نغير نفسنا، نغير شكلنا، نغير عاداتنا، واحنا موجودين عشان نغير كل ده. فهي بسطتني قوي 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 لما قالت لي انا عايزه اتغير، انا مش عايزه افضل كده، مش عايزه افضل في اللاوعي زي ما انا دايما بقول. قالت لي الحمد لله الفيديوهات بتاعتنا مؤثره مع الحالات، الحمد لله بتديهم دعم وبتديهم سبورت. يعني احنا الحمد لله رسالتنا واصله. انا مبسوطه بيكي يا قمر. ايوه، انا شفت فيديوهات كتير من على الفيسبوك، انبهرت بحضرتك طبعا. الحمد لله. بتدي طاقه، نشاط، بتجددي الطاقه للانسان ان هو يدافع لقدام، ان هو يغير. الحمد لله. السمنه دي مرض ونفسي دايما بقول السمنه مقبره الجمال. لو احنا حتى حلوين شكليا وداخليا، بس حقيقي احنا بنحط نفسنا في مقبره، لاني انا من جوه ما بقاش عندي طاقه لاي شيء، ما بقاش عندي اي حاجه اديها لاي حد، فبتقتلك من جواك، زائد ان هي بتخليك تفقد الثقه في نفسك وفي شكلك. فانا مبسوطه بيها، وعايزه الوعي ده ينتشر بين الناس كلها، لانه انا ده الحمد لله دي رسالتي، ان كل واحد يبقى جواه التغيير، لان بدون التغيير احنا مش هنعمل حاجه. مبسوطه بيكي، وان شاء الله نعمل نتيجه حلوه قوي مع بعض بامر ربنا. انا متفائله بحضرتك خير جدا. ربنا يبارك فيكي حبيبتي. الحمد لله الحمد لله وصلتي للمكان المناسب، وان شاء الله هنبقى معاكي في كل خطوه. ودايما زي ما بقول دمتم اصحاء، وخلي هدف التغيير قدامكم دايما في حياتكم العامه وفي التغذيه، ودمتم اصحاء. شكرا.